الو. الو. اهلا يا ام محمد، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد كنت لله. عايزه اسال بس الشيخ في حاجه. اتفضلي. بس يا ريت ما يقطعش، يعني ما تقطعوش السكه ولا الشيخ طب قولي بس يتضايق مني. على حسب. طيب ما تسيبيش أنا الظن شوف. من اولها كده. انا قولي. اتجوزت من 5 سنين. ها. اللي انا اتجوزته ده هو ما كانش بيحبني. ما كانش ايه؟ بيحبني. ها. يعني ما يعرفنيش، هو متجوز. انا رحت سحرت له ان افرق بينه وبين مراته. رحتي سحرتي له؟ اه، وفعلا فرقت بينه وبين مراته. هو ما طلقهاش، بس ما بقاش عايزها، ما بقاش عايز عياله. خربت له حياته بمعنى اصح، وجالي واتجوزته وخلفت منه توأم عندهم دلوقتي 4 سنين. لقيته من 6 شهور كده، هو مرة واحدة وهو بايت عندي من غير اي مقدمات. تاني يوم طلقني. رحت للي انا يعني عملت له السحر عنده، قال لي ده اتفك. طب انا عايزه اجدده تاني. قال لي اتفك من عند ربنا، مش هتعرفي تعمليه تاني. طيب ثانيه هو واحده، دلوقتي طلقني. انت قلتي له ان انت كنت عامله له سحر؟ لا، هو ما كانش يعرف. انت رحتي للراجل اللي كان عامل له سحر. علوا لي الصوت بقى عشان انا اول مره تجيلي اللي بتعمل السحر عندي. خد مني كان فلوس كتير قوي قوي قوي. ايه؟ كان يعني خد مني فلوس كتير قوي. فقلت له اعملهولي تاني. قال لي خلاص هو اتفك من عند ربنا. فدلوقتي هو طلقني. اداني حقوقي كامله قوي. وبيصرف على عياله جامد قوي قوي، يعني كل اللي بيحتاجوه بيصرف عليهم فيه. بس ما بيشوفهمش خالص، مش عايز يشوفهم. لان مراته اللي انا اذيتها دي يعني ممكن تصوت في الشارع، ممكن تعمل اي حاجه، يعني حياتها متدمره هي وعيالها بسببك. بسببي. ناس دخلت فيه. انا كنت بعرف رجاله بس بالتليفونات كده ومقابلات، يعني ما بعملش حاجه يعني. ناس دخلوا في دماغه بقى ودور ورايا وعرف الارقام اللي انا كنت بكلمها، وما دلوقتي ما بيرضاش يكلم العيال، وانا خايفه اقول لهم اي حاجه لان هو كل انت ما بيسالوا عليهم. تسالي على ايه يا ام محمد؟ ما خليكي معايا للاخر. ماشي. انا عايز السؤال لان مفيش اخر. يعني هو دلوقتي في دماغه شك ان دوت عياله ولا مش عياله، بس هم عياله. هم الناس يعني صحابي بيقولوا لي منك لله، ما هو انت دخلت في دماغه الشك وخايفه اتكلم يفضحني. هو لغايه دلوقتي ما فضحنيش ولا فضحني قدام اهلي. وكل ما بقول له على فلوس بيدهنا، بس انا مش عارفه اقول للعيال ايه، ان هو ابوهم رافض يكلمهم. هو رافض يكلمهم. هم عياله يا ام محمد؟ ايوه عياله. بس هو خلاص. طب هو انت يعني ايه اللي شاغلك؟ يعني انت اللي شاغل بالك دلوقتي انا اتوب لربنا ازاي؟ ودلوقتي هو معصوم من. طب ما هو دلوقتي برضو يعني طلقني، ما هو برضو هو كده كمان شايل ذنبي زيي. هو انا لوحدي؟ انسيه خالص يا حبيبتي، ما تركزيش معاه، انسيه خالص، انسيه. انت مش شاغله نفسك بالمصيبه السوداء اللي انت عملتيها. انسيه خالص، مش مهم، مش موضوعنا. طب قولوا لي اقول ايه للعيال؟ عيال ايه ونيله ايه؟ انت مش يعني انت مش حاسه اللي عمالين يسالوا عليه. يا حبيبتي ثواني يا حبيبتي اسمعيني، انت مش حاسه بالكارثه اللي انت عملتيها في حياتك؟ حاسه، وخصوصا ان بيته ما متدمر. مش سؤال قديم، بس انا عايز سؤال قديم. بتقول لا اقول للعيال ايه؟ لا هو انت يعني انت بتحكي لي الموضوع وانت ندمانه انك عملتي كده ولا يعني عادي؟ انا ندمانه ومش عارفه اصحح اللي انا عملته ازاي. وهل انا دلوقتي ما انت رحتي للراجل تاني عشان يعمل له تاني يا ام محمد؟ اما انت رحتي للراجل تاني عشان يعمل له عمل تاني، فالراجل قال لك انا مش عارف اعمله. انت كنت عايزه تعملي له عمل تاني. انا كنت عايزه ارجعه لعياله تاني باي طريقه. ده عياله 4 سنين. ما انت خربتي عليه. وهو لما فاق ده نسيني ونسي العيال اللي جابهم، يعني هو حتى نسي الايام اللي كان معايا فيها. ما احنا بندوق السم بقى. طباخ يا ام محمد، طباق السم بيدوقوا. بيقول لك ايه؟ كل بقى يقول لي المسحور كده ينسى اللي عمله في السحر. هو ده صح؟ طب هو كمان هيتحاسب على العيال اللي رماهم دول؟ يا اختي ركزي في نفسك. طب ما هو برضه ركزي في المصيبه اللي انت عملتيها يتحاسب عليه. انت جايباه اصلا بطريقه حرام. بتزعلي قوي لما بتلاقي ده بيسعى انه يضايقك،
وده بيزعلك، وده بيتعمد انه يحرق دمك، وده بيعمل معاكي كذا وده بيعمل معاكي كذا، لكن بنزعل، بيتحرق دمنا احيانا كتيرة جدا. طب برضو ما احنا غلط، ايوه غلط. احنا المفروض لما نلاقي ناس زي دولت بيعملوا معانا الاشياء اللي الحمد لله ونحمد ربنا اولا ان احنا بنعرفش نعمل زيهم، واللي جوانا مش زي اللي جواهم، دي برضو حاجة ربنا بيظهر لك انك انت احسن، فاحمدي ربنا عليها. لكن ما تزعليش ولا تتضايق ولا تحرق دمك ولا تحطيهم اصلا في دماغك. ليه؟ طالما في ناس بالاسلوب ده معاكي يبقى انت ماشيه على الطريق الصح. ازاي؟ يبقى انت ناجحه، هما مش عارفين يوصلوا للي انت وصلتي له، مش عارفين يعملوا زيك، فعشان كده بالطبيعي بينتج منهم حاجات غريبه. تردي تقولي لي ده الناس دي ممكن تكون اقرب حد ليا، ما هو للاسف الشديد اقرب حد ليكي هو اللي بيسبب لك الزعل والنكد. لكن تبقى انت عارفه ومتاكده اولا تحمدي ربنا انك مش زيهم، ثانيا تقولي الحمد لله ان انا في الطريق الصح. لو ما كنتش في الطريق الصح ما كنتش شغلتيهم، مش كده؟ لو ما كنتيش في الطريق الصح ما كنتيش خليتيهم يفكروا فيكي. حتى لو بيفكروا ان يضايقوكي يبقى انت في الصح، يبقى انت ماشيه في الطريق الصح. اعرفي ان انت ناجحه وافرحي انك انت ناجحه، مش تزعلي ان هم بيعملوا كده، سيبيهم، ما هو في ربنا هيجيب الحقوق. بس انت ولا تحطيهم في دماغك